الطريقة ديت هي الأفضل للحنشان، وهقول لكم برضه على طرق تانية وأسرار لازم تعرفوها خصوصا للسمك ده. ويلا بينا كده نعرف الأسرار الأولى، وهي في التنظيف. أول حاجة كده ممكن نعمله مشوي مقفول زي ما هو كده، ولكن الأفضل إن احنا نفتح البطن. معانا السكينة الحامية بتاعتنا، وبناخدها كده من عند البطن حتى الراس، ونطلع كل اللي جواه، ونسحب منه عرق الزفارة، ونكحت السلسلة عشان نغسله بالفرشة غسلة كويسة تحت الحنفية مع بعض كده. هنذكر الله برضه ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان ما ننساش كده نحط ري الجميل الأول. والجلد أنا ما شلتوش في الطريقة ديت بالذات، الطريقة ديت لازم نسيب الجلد. هنتبله تتبيلة حلوة كده من البطن. هنجيب الملح مع الكمون مع الشطة مع البابريكا سنة كاري توم فلفل ألوان أو فلفل أخضر أو فلفل أحمر اللي موجود عندنا شغال. تتبيلة حلوة في قلب البطن، ويلا بينا كده نعرف خطوات التسوية. ينفع ان انا اخد الحنش ده بطوله كده وافرده على الشواية من فوق واطلعه من على الشواية بنفس الطول؟ لا. امال اعمل ايه؟ هنمشيه في الردة بالطريقة ديت كده، ونقفل البطن عشان ما ياخدش ردة جواها. اهو ركز. وبعد كده هنلفه كحكة بالشكل ده، وهنجيب شبكة او شباك ونقفل على الحنش داخل الشباك، ويلا بينا على الفرن. طيب لو ما فيش شباك، زي ما هو كده برضو ملفوف في صاج داخل الفرن، ونولع نار هادية من تحت ونار عالية من فوق. شوفوا المسافة الأول كده، تعالوا الناس اللي لسه ما حطيتش لايك فرحوني كده باللايك يا جماعة بالله عليكم. هنا النار قريبة؟ لا، نزل تحت يا باشا. حاطط شبكة كمان على الصاج. أيوة، الحنش يعني كبير، وزنه كبير، فلازم نديله كده تسوية حلوة ما يتحرقش مننا لا من تحت ولا من فوق. خد اللون، هقلبه ساعة الا تلت تقريبا. هنقسم بقى الساعة الا تلت او الساعة ديت على الجنبين. لما يستوي معانا بالشكل ده اديله بقى السقية. هات فلفل احمر مع توم، افرمهم، اعصر عليهم ليمون، حط ملح، حط شطة، حط كمون، حط بابريكا بالشكل ده، ورجع الحنش الشواية تاني ينشف شوية. وتعالى بقى نعرف الحنشان بتتعمل ايه بالتفصيل. ردة محشي زي كده بالظبط، شايفين الجمال؟ او ردة مقفول، او زيت وليمون محشي او مقفول، ولكن بنشيل الجلد ونشرحه. زيت وليمون على الجريل، زيت وليمون بالبطاطس في صينية كده بالبطاطس بالصوص الاحمر. وقرب شايف؟ الله، يا سلام على الجمال لما شلت الجلد وشميت الريحة. يا سلام بقى لو انتم شمتوها معايا تقولوا لي شمتوها من انهي بلد. هقلب الحنش واوري لكم برضو استوى ازاي من البطن. تعالى اوري لك كده اهو. هنلاقي السلسله ظاهره كده من عند البطن كده، بنخليها بسكينه او بمعلقه بتظهر معانا اهي. اللون ابيض مفيش حمار، يبقى زي العسل وزي الفل استوى. بيتعمل ايه تاني يا عم رضا؟ قلنا زيت وليمون على الجريل، وصينيه برضو بالبطاطس بالصوص الاحمر، وبيتعمل مقلي. والافضل بقى خد عندك طاجن مع البطاطس او طاجن من غير بطاطس، وبيتعمل مدفون في الرز، وبيتعمل مدخن. عملت ايه ده؟ ملح، كمون، شطة، وعصرت عليه ليمون. نقدر نستغنى عن السقية تماما ونحط الملح والبهارات وندي ليمون زيادة. جرنشنا الطبق كلنا مع بعض كده. نشارك الفيديو ده للغير. اجبروا خاطري بالله عليكم بالتفاعل انكم تشاركوه للغير، وتحطوا لي لايك حلو. وانا منتظر رايكم في التعليقات. عايز اعرف افضل طريقة بتحبوها للحنشان ايه في الطرق اللي انا قلتها. وان شاء الله في الايام اللي جايه هنعمل كل الطرق ديت. اللي مش عامل متابعه يعمل متابعه عشان يشوف الحاجات الحلوه اللي جايه من الشيف رضا شعبان. فودا انتظرونا. سلام عليكم.